السلام عليكم. والله لاني عارف حتى كيفاش باش نبدا لكم القصه. كنا قاعدين فهمتني مع بعضنا جماعه فهمتني شله ولاد بلاد هكا قاعدين، ومنهم الحراقه ومنهم اللي مرقين ومنهم اللي يخدموا على روحهم وجونا لافاس. المهم قعدنا معنا طفل صغير ظاهر مازال وين جا الغربه وما عندوش لا خدمه لا شيء. ديجا ملي قاعدين احنا في القهوه ما خذاش قهوه، عنده كان كتبروليه مسكين قاعد يتكيف فيه، وانا حتى البريكيه ما عندوش. بعد الجماعه لموا بعضهم قالوا باش نمشيو نشريو حاجه ياكلوها. الناس الكل دخلت باش تشري، اللي هو مسكين دخل ما يشموش باش يشري، قاعد يستنى فينا القدام ويتكيف في سيجارو. ريتو غزرت له جيت نحكي معاه قلت له اخي ماك جيعان تحبش تاكل؟ غزر لي وتفهم في عينيه اللي هو مسكين ما عندوش فلوس. غزر لي قال لي وما السريق، وقبل ما يقول الكلمه يعني ظاهره تاع خير اني ما عنديش فلوس، ولكن قال لي لا والله الحمد لله سافا، وكل يهبط عينيه وقاعد يبرمج البورتابل نتاعو. صاحبي فهمت اني الانسان ما عندوش فلوس، معنا اصحابه اللي يسكنوا معاه وكل شيء ما باش يخلصوا عليه، باش من غير ما نبقاو نحكيو. لكن اخي انك فهمتني تحس ولد بلادك ومازال صغير وما عندوش فلوس وفي ماكله ما تتشدش، حتى شربه ما شراوهالوش، حتى شربه ما شراوهالوش يا صاحبي. فهمت هذو ما يسموش اصحاب، صدقني اقسم بالله. عملنا كدخلنا وحتى كي شرينا له فهمتني كل شيء تحسوا ما حبهاش، وتورجع لكم اصحابي يرحم يمتكم جوست اليوم طلعت من غير فلوس واحد. المهم اخي تهلاو في ولاد بلادكم، كي تعرف انسان راه ما عندوش، احنا تكون تعدينا بها البريود هذه على اول ما جينا والكلنا فهمتني فالسين. يرحم يمتكم وبياتكم. كي ترى ولد بلادك ما عندوش فلوس ما يجيش منها عارف فهمتني 10 روات لا باش تردك لا كرزه لا شيء، حتى كي تشري له ماكله ماكش خاسر. والسلام عليكم.